بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. إزاي أعرف إن في شخص في حياتي بيلعب دور الضحية، أو إن أنا أكون أنا الشخص ذاته اللي بيلعب دور الضحية؟ بس قبل ما أجاوب على السؤال ده بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلم سعد ويلا بينا نبدأ الحلقة. بس ما تنساش إن أنت تعمل لايك للفيديو وتشترك على القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتعمل شير للقناة وتعمل شير للفيديو علشان نقدر ان احنا نوصل لأكبر عدد من الناس. ويلا بينا. الشخص اللي بيلعب دور الضحية هو الشخص اللي دايما بيكون بيتجنب المسؤولية، مش عايز ان هو يشيل من المسؤولية، فيقول لك إيه، دي مش مشكلتي، ده مش خطأي، دي مش قضيتي، انت السبب، ويبدأ ان هو يلومك انت على حاجة هو مش عايز يتحمل مسؤوليتها. الشخص اللي بيعيش دور الضحية ما بيكونش بيدور على حلول. ليه؟ لان انت بتيجي تديله الحل يقولك مش هينفع، اصل صعب، اصل مش هعرف احققه، ويبتدي ان هو يطلع لك اي ثغرات في الحل بتاعك علشان هو مش عايز اصلا يتحمل المسؤولية، لان هو مش عايز يتغير. الشخص اللي بيعيش دور الضحية هو دايما شخص مغلوب على امره، اصل الدنيا صعبة، اصل الحياة صعبة، اصل انا مش هعرف اعمل، اصل انا مش هعرف اسوي، اصل انا مش هعرف اخلي. الشخص اللي بيعيش دور الضحية هو دايما كلامه سلبي لنفسه وللآخرين، ولكن بالنسبة لكلامه سلبي لنفسه اللي هو أصلا أنا دايما كده، أنا حظي كده، أنا فقر، أنا غبي وأنت غبي وتكون غبي وكل حاجة غبية. فدايما بتحس إن هو عنده نيجاتيف سيلف توك، بمعنى إن هو دايما كلامه سلبي لنفسه جدا. الشخص اللي هو بيكون عايش دور الضحية هو شخص مش بيسعى لتحقيق أهدافه خالص، ولا بيسعى لتحقيق أحلامه خالص. الحياة صعبة، الحياة مؤلمة، الحياة مؤذية، أنا مش هعرف أوصل، أنا مش هعرف أعمل، المهم إن أنا موصلش لأهدافي وأحلامي علشان أنا أصلا مش حاسس إن أنا واثق في نفسي إن أنا هقدر أعمل ده. أنا كشخص برضو بعيش دور الضحية، أنا دايما على طول محبط، أنا دايما على طول غضبان، أنا دايما على طول مستاء، أنا دايما على طول سلبي، ودايما متوقع إن المستقبل ده شايل لي الشر، المستقبل ده شر، ده وحش، اي حاجه هي وحشه، وحش، وحش، كل حاجه سيئه، فتحس ان هو حته كده فيه دراما كوين شويه. الشخص اللي بيعيش دور الضحيه بيكون عنده صعوبه في الحفاظ على علاقاته الاجتماعيه، ولو عنده علاقات اجتماعيه اصلا زي صحابه واهله بيكون شخص دايما بيعتمد عليهم، ودايما لو هو حصلت له مشاكل في حياته يبتدي يميل ان هو يقطع مع العلاقات دي. لكن في الحياة العادية من غير المشاكل بتاعته هو بيعتمد على الآخرين في إن هو يوصلوه لأهدافه ويوصلوه لأحلامه. أنا كشخص بعيش دور الضحية أنا بتفاعل جدا مع النقد، أي حد بيديني نقد أنا برد عليه رد شرس جدا، إن هو كأنه جرحني، أو إن هو ممكن أتجنبه وما أتكلمش معاه وما أتعاملش معاه تاني. برضو الشخص اللي بيعيش دور الضحية، أو أنا كشخص بعيش دور الضحية، أنا دايما بقارن نفسي بالاخرين، انا دايما ببص للاخرين هم عندهم ايه وانا ما عنديش ايه، واتمنى اللي عندهم. انا كشخص بعيش دور الضحيه هو انا شخص بكون غير مسؤول، فبالتالي انا بكون برضو شخص غير حاسم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اطلب احتياجاتي، ما بعرفش اقول انا عايز ايه، انا نفسي في ايه، انا هوصل لايه. انا ما عنديش الكلام ده خالص، لان انا شايف اصلا ان انا ما عنديش القدره على السيطره على حياتي، وشايف ان الحياه هي اللي بتسيطر عليا وهي اللي بتمشيني، وان طبعا النتائج دي سيئة، النتائج ان الحياة هتمشيني هي نتائج سيئة. قلنا ان الشخص اللي بيعيش دور الضحية او اللي بيلعب دور الضحية هو شخص غير واثق في نفسه، فبالتالي هو بيكون شايف ان الاخرين غير جديرين بالثقة، فهو انا لا قادر ان انا اثق في نفسي ولا قادر ان انا اثق في الاخرين. واثق في نفسه وبيحب ان هو يدخل في نزاعات وخناقات، يعني تحس ان هو شخص بيحب يجر في الشكل مع الناس اللي حواليه، يعمل من الحبة قبة زي ما بيقول، يعمل من حاجة صغيرة حاجة كبيرة. فدايما شخص بيحب ان هو يعمل مشاكل، يعمل خناقات، يعمل حوارات، المهم ان يكون في سلبية عشان تثبت له ان الحياة سيئة وتثبت له ان الحياة وحشة، لان هو اصلا دايما بيحس ان هو شخص متهاجم. وكمان الشخص اللي بيعيش دور الضحية هو شخص حتى لو حصلت له حاجة حلوة في حياته هتلاقيه برضو شكاي بكاي، اللي هو هو في الفرح وعمال ايه ايه بيعيط،
هو بيتخرج بس هو من جواه مش مبسوط وعمال يشتكي من اي حاجة سلبية حصلت في اي حاجة. المهم ان يكون في حاجة سلبية، وان هو لو شاف حد من الناس اللي حواليه مبسوطين وسعيد وبيحتفل، لا لازم يخرب عليه فرحته. تخيل بقى ان الشخص اللي بيعيش دور الضحية هو دايما بيشوف نفسه مثالي، هو ما عندوش اي مشكلة، ولكن الكون هو اللي عنده مشكلة، وان الحياة هي اللي عندها مشكلة، وان الناس هم اللي عندهم مشكلة، لكن هو انا زي الفل، انا مفيهاش اي مشكلة، الناس هي المشكلة. فده كمان بيظهر قوي كميكانيزم او كديفنس ميكانيزم، يعني كوسيلة دفاع، ان هو لما حد بيحاول يطلعه غلطان، لا دايما هو المثالي، انا ما بغلطش، انا ما بعملش، انا ما فيهاش مشكلة. كده جاوبت على السؤال. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان انا بتعب والله، وتفعل زرار الجرس وتشترك على القناة، وتعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نوصل لأكبر عدد من الناس ويوصلك مني كل جديد. كان معاكم سلم سعد، وتابعوني.